وايه اللي حصل لاستاذ وائل بسيوني صاحب سنتر المطريه، وايه الحكايه بالظبط؟ امبارح انا نزلت فيديو قلت يا جماعه اللي حصل ان استاذ، بدل ما اقول استاذ وائل قلت استاذ وليد، اتلخبطت في الاسم قلت استاذ وليد بسيوني. راجل صاحب سنتر موجود في المطريه. الراجل دوت كان في واحد داخل هو واخت مراته عشان خاطر يدخلها السنتر، وهم رفضوا ان هو يدخلوه معاها عشان خاطر ممنوع، عشان خاطر بنات وكده وعشان سمعه. تمام. لقيت ناس كتير داخله بتقول لي الموضوع ده غلط او القصه غلط. وقلت تاني يوم، يعني هو سابه اول يوم وروح، وتاني يوم جه هو واحد صاحبه واعتدوا عليه وبعد كده ضربوه والراجل وقع وتوفى. تمام، ده اللي انا قلته. المهم ان الراجل في الاخر اتوفى، واللي عمل كده فيه هو نفس الشخص اللي انا اتكلمت عليه. يعني انا ما جبتش حاجه غريبه. تمام. لقيت ناس كتير داخله بتقول لي ايوه اهبط اهبط كمان، هو ما اسموش وليد اسمه وائل. على فكره انت ما شاء الله القصه كلها غلط. من ضمنهم حتى سوزي الاردنيه دخلت كتبت